كانت نادرة لكنها فعالة. صح بن صولة قذف إصابة لصالح الفريق الجزائري. هذا هو بلومي، لاعب بلومي هو اللي كان من وراء هذه الإصابة، هو اللي عنده الكرة الآن، رقم 10. هدفان من اللاعب نفسه خلال الشوط الأول وفي ظرف لم يتعدى 3 دقائق. بن صولة منح الثقة للفريق الجزائري وجعله ينهي، عاد ليعمق النتيجة بهدف ثالث. بن صولة إصابة ثالثة. ثم سجل جمري الهدف الرابع الذي يعني أن نتيجة اللقاء ستكون حتما جزائرية، قبل أن يؤكدها عصاد بهدف خامس. النتيجة كانت أكبر من أن يتخيلها أكثر الجزائريين تفاؤلا وأكبر المغاربة تشاؤما. التفسيرات تعددت والنتيجة واحدة.